السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الزيتون المخلل. زي ما انتم شايفين الأيام دي الموسم بتاع الزيتون طبعا، وأكترية الناس بتخلله. معانا هنا 3 كيلو زيتون تفاحي اللي هو شكله مدور كده، شكله زي التفاح. في اللي هو العزيزي ده حاجة تانية غير ده. ومعايا هنا 3 كيلو ليمون. الليمون ده غسلاه كويس ومصفياه وغسل الزيتون برضو. ومعايا هنا نص كيلو من الفلفل الأحمر الحراق ده. ومعايا نص كيلو من الجزر. ومعايا كيلو من الفلفل اللي هو بتاع التخليل، الفلفل البلدي اللي هي الفلفلاية بتبقى صغننة ورفيعة. هو ده أحسن فلفل للتخليل. طبعا الكبير التخين شوية ده بيتهري بسرعة ومش هيبقى افضل حاجة في التخليل خالص. هنشوف بقى نعمل ايه بالمكونات دي. اول حاجة هنبتدي بيها، هنقول بسم الله وهنجيب الليمون وهنقطعه نصين كده ببذره بحاله بماله بكل حاجة فيه. وهنحطه في حلة بعد ما نقطعه نصين، وهنحط عليه يعني دول 3 كيلو، حطيت عليهم حوالي 4 لتر مية وحطيتهم على النار لغاية ما يتسلقوا. بعد كده جبت الفلفل البلدي وهنشكه كده شكة صغننة قوي. الشكة دي علشان لما يبقى في التخليل ما يفرقعش مننا ويتهري. احنا كده بندخله هوا، فالمية بتخش له، مية التخليل بتخش له من جوه، وفي نفس الوقت لو ما عملناهوش كده هنلاقيه الجلد بتاعه فصل كده من اللحم بتاع الفلفل بعد ما يتخلل، وهنلاقيه دب بسرعة. دي خطوة مهمة جدا في تخليل الفلفل. يبقى هنشك كده شكة زي ما انتم شايفين وهنحطه على جنب. هنا بقى الليمون بعد ما حطيت عليه المية وغليته غلوة واحدة بس، احنا مش عايزينه يتهري، يعني يغلي. اول ما يغلي كده نستنى 5 دقايق وبعد كده نقفل عليه ونسيبه بقى كده مع نفسه لما يبرد خالص. طبعا الخطوة دي اسهل لما بنعصره، وهقول لكم فايدتها ايه. بعد كده بقى بعد ما يبرد خالص كده زي ما انتم شايفين هنصفي الليمون، لان دي هتبقى المادة بتاعة التخليل بتاعتنا. هنصفي الليمون كده وهنقعد بقى نعصر في الليمون ده كله. احنا عايزين تفل الليمون وعايزين طعم الليمون ده، نقعد نعصر فيه. ومثلا ممكن نحط شوية مية ونعصر فيه كمان، علشان انا عايزة يعني خير الليمون اللي جواه ده ينزل في قلب المية اللي هنبقى هنخلل بيها. زي ما انتم شايفين ده اللي فوق. طبعا انا شلت القشر حطيته على جنب، اوعي ترموه. اقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. مفيش حاجة هتترمي من اللي احنا بنعمله. تالت خطوة معانا هنجيب الفلفل، وطبعا لازم نبقى لابسين جوانت لان الفلفل ده بيبقى حراق جدا. لازم تلبسوا جوانت. وهنضربه في الكبة. ما عندكيش كبة ممكن بقى تفرميه بالسكينة فرم رفيع، او مثلا بالمخرطة. طبعا يعني مش هينفع يتبشر لان يعني مش هتملكي اللي انت تبشريه. واهم حاجه هقول لكم تاني، لازم تبقوا لابسين جوانت. ما عندكيش كبه هتضربيه في الكبه، ما عندكيش كبه يا اما هتقطعيه قطع صغننه قوي بالسكينه، او يا اما بالمخرطه هيبقى نفس نتيجه الكب. بعد بقى ما هنفرم الفلفل هنحطه على جنب. اخر حاجه بقى هنعملها بعد ما هنغسل الزيتون كويس جدا، هنشكه بقى ايه الشك. هنفتحه الفتحه من الجنب كده. الفتحة انا عاملة فتحة واحدة بس. الفتحة الواحدة دي كل ما بتفتحيه اكتر كل ما بيبقى الوقت بتاع التخليل بتاعه بيبقى اسرع. انا بكتفي بالشكة الصغيرة دي، هيقعد معايا ان شاء الله يعني شهر شهر ونص واقدر اكل منه. هتفتحيه مثلا فتحتين هتقلي، هيبقى مثلا ايه شهر بس. مثلا هتدقيه بالهون هيقعد مثلا 3 اسابيع. بس انا عن نفسي بحب هي الفتحة الواحدة بس، علشان بحبه يقعد معايا اكتر وقت ممكن. بعد كده بقى هنجيب مية الليمون ديت اللي احنا غليناها وصفينا الليمون بتاعها، وهنحط بقى فيها الملح. انا بقى مش هقدر اقولك ايه حطي مش عارفة كام لتر مية على كام معلقة ملح. لا طبعا يعني انا في الاول لما كنت بعمله كنت باخد المقادير دي، كانت طبعا الدنيا بتبوظ مني وكنت بزود مية وبزود ملح. مفيش حد مقاديره زي التاني. فانا بقى هقولك ايه حسب الكمية اللي انت هتعمليها. يعني كيلو الزيتون لو هتخليلي كيلو زيتون هاتي قصاده كيلو ليمون واغليه مثلا على لترين ميه.
وحطي ملح بقى زي ما يطلع بقى، بس طبعا لازم انت تدوقي. انا مش هينفع اقولك كم معلقة ملح وكم كيس ملح، لازم تدوقي. والمية بتاعت التخليل لازم تبقى حادقة، يعني ما تقوليش ايه انا عايزاه دلع مش عايزاه حادق قوي، لا، عملتيه دلع الزيتون مش هيبقى حلو وهيتهري منك. لازم يبقى الملح، يعني انا بوصفلك الطعم مش بوصفلك الكمية او المقادير. لازم يبقى تحس ان المرارة بتاعت الليمون رايحة شوية وفيه ملح. اوكي، يعني كيلو الزيتون عليه كيلو ليمون، وكيلو الليمون هنغليه على لترين مية وهنصفيه. عايز مية تاني بعد ما كبستيه وحطيتيه هتزودي مية وتزودي ملح. اوكي كده، متفقين على المقادير. وطبعا لو حطيتي معاه ملح، سوري، لو حطيتي معاه الفلفل البلدي ده، هيبقى مثلا كيلو الزيتون عليه ربع كيلو فلفل كويس جدا. عملنا بقى المية اللي هنخلل بيها هنسيبها لما تبرد خالص خالص. عشان كده بقول لكم دي اول خطوة نعملها، ما ينفعش نعملها وهي سخنة، لغاية ما تبقى زي المية الفترة اللي بتنزل من الحنفية. حطينا بقى هنا الزيتون، وهنا طبعا احنا بشرنا الجزر اللي وريته لكم في اول الفيديو. قشرنا الجزر وبشرناه، حطيناه دلوقتي بقى على الزيتون، هنقلب كله في بعضه. وحطيت الفلفل، واهم حاجة اقول لكم تاني، لازم تلبسوا بقى في الخطوة دي برضو جوانت، علشان لو ما لبستيش جوانت يعني مش عايزة اقول لك بقى اللي هيحصل، لان الفلفل ده بيبقى حراق جدا اللي هو الاحمر ده. وحطيت بقى الزيتون مع الجزر والفلفل الأحمر والفلفل اللي هو البلدي أو الفلفل الأخضر، وهنقلبهم مع بعض. وهنا جايبة ب10 جنيه عصفر من العطار، وب5 جنيه حبة البركة على الكمية اللي أنا عاملاها. أنا عاملة 3 كيلو زيتون على كيلو فلفل، على نص جزر، على نص فلفل أحمر، على ب10 جنيه عصفر من عند العطار، وب5 جنيه حبة البركة. كل ده بقى هنقلبهم في بعض كده زي ما انتم شايفين. اسهل لما تحطي في البرطمان حبة على حبة على حبة، هتنجزي وقت اسرع. طبعا هنا عندي بقى البرطمانات اللي انا بخلل فيها كل سنة، طلعتها وغسلتها كويس جدا. اهم حاجة تغسليها كويس جدا. وبقى ايه، صفيناها، وممكن تشطفيها اخر شطفة كده بمية يعني بمية دافية كده او سخنة، علشان تعقمي البرطمان كويس. وطبعا لو برطمان ازاز هيبقى احسن كتير طبعا. هنحط بقى الزيتون والفلفل الخلطة اللي احنا عملناها دي في البرطمان، وطبعا نكون مقلبينه كويس علشان يعني مثلا ايه، ناخد كمية الفلفل قد الزيتون قد الجزر، يعني علشان يبقى كده متوزع كويس. اهم حاجة نقلبه كويس جدا. وهنحطه بقى في البرطمان وهنكبسه. اهم حاجة ما ينفعش يبقى فيه فرق كبير في البرطمان. انا عامله لكم الخطوات بالتفصيل علشان تعملوه. اللي ما عملوش قبل كده والله يا جماعة ما تخافوش، ده اسهل ما يمكن. لو عملتي يعني بالطريقة المظبوطة هيطلع معاكي كويس جدا ان شاء الله. بعد بقى ما كبسنا البرطمان كده زي ما انتم شايفين، هاخد بقى من المية بتاعة التخليل اللي انا عاملاها، الملح والليمون ده، وهنبتدي بقى ايه، ناخد المية او المحلول التخليل، وهنحطه على الزيتون والفلفل زي ما انتم شايفين كده، لغاية ما نلاقي بقى ايه في الاخر كده، ونقعد نحط مية ونهز في البرطمان علشان يتوزع من تحت كويس جدا، لغاية بقى ما يطلع على الوش كده. انا كمان هشيل حبة كمان علشان حسيت ان لما اجي اكبسه هينزل مني ميه. شايفين بقى قشر الليمون اللي قلتلكوا عليه ده مش هيترمي خالص. ده بقى اللي هنحطه على وش برطمان الزيتون علشان ما يبقاش فيه ريم بقى الابيض اللي بيبقى على وش البرطمانات المخلل دي، وهو اللي هيكبس لي الزيتون. انا قللت ميه هنا شويه علشان حسيت ان هي هتغرق الدنيا وكده. وهفضل بقى احط كده واقلب يعني النص الليمونه كده على وشها، وافضل بقى ازق كده في الزيتون لغايه ما اكبسه، يعني عارفين الكبس، يبقى نازل كله في الميه بتاعته، وفي نفس الوقت ما فيش ميه كده طلعولي على الوش.
زي ما انتم شايفين ما فيهاش يعني خطوات سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، وان شاء الله هيطلع كويس، وان شاء الله باذن الله ان عشنا وكلنا عمر هوريكم نتيجته. وبعد كده بقى ما نكبسه كويس ونوزع الليمون هنحط زيت على الوش، دي اهم خطوة علشان ما يعملش اي بكتيريا او اي ريم على وش البرطمان. لازم نعمل الخطوات دي مهمة جدا. وهنقفل البرطمان كويس. على فكرة ده مش كل 3 كيلو كمية الزيتون، انا في بقى برطمان كده خد نصه بس، ان شاء الله هكمل عليه علشان ما ينفعش يبقى نص برطمان بس. هنا بقى ايه، كان تاني يوم الصبح كده بعد بقى 5 ايام هندوق المية التخليل، لقيناها دلعة، هتبقى بقى كل حاجة شفطت الملح والمرارة، لقيناها دلعة. هندوب، هناخد شوية مية من التخليل ده ونزود ملح ونقلب ونحط على يعني ما نجيبش مية جديدة، لا هنصفي من مية التخليل دي، هناخد حبة من برطمان ونحط عليها ملح ونقلب. وبعد كده هنزود ملح ونقلب ونحطه تاني في البرطمان علشان الملح بتاعه يبقى مظبوط بعد 5 ايام من تعبئة البرطمان. احفظوا معايا الحاجات دي علشان ان شاء الله ما تعملوا الحاجة تطلع معاكم مظبوطة وحلوة. واتمنى طبعا تكون وصفتي عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها، واللي ما عملوش قبل كده يتشجعوا يعملوا. سهل جدا وبيبقى نتيجته حلو جدا واحلى من المخللات اللي بنجيبها من بره. وطبعا لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.